متخيلين كمية الخوف انه هذا واقف بس بيني وبين الجام. والله العظيم خوف حقيقي. شوف الشي باوع علي، شوف الشي باوع علي، شوف الشي باوع، شوف 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 الشي باوع. كمية خوف مو طبيعية. تخيل بس هاي الجام هو يطلع يملخك يسويك وصل وصل. عزيزي تخيل بينك وبينه هاي الجامة ويتفت عليك باوع نظراته. هذا النمر الابيض، هذا هو النمر الاحمر. شوف النيابه، والله جوعان. هذا الوحيد اللي ما عرفت شنو. شوف هاي الاسود ايش قدها، بس شوفوا الجمال لقطه شلون حاضنه ابنها. هذا قد البابون، شوف شكله، شوف شكله، شكله مو نظامي. السلام عليكم، شلونكم؟ زين ان شاء الله. فيديو اليوم راح ناخذكم جوله باربيل زو اللي هي حديقه الحيوانات. هي اكبر حديقه حيوانات موجوده بالعراق، فخلونا نشوفها ونستكشفها سويا. طبعا اول ما تدخلون للحديقه راح تلقون هاي اللي هي تأجير سيارات جولف. هنا يأجروا لك سياره، خل اشوفك منين. تدخل من البوابه على يدك اليمنى سيارات جولف للايجار. هنا تأجر سياره، هسه ما موجودين طبعا ما اعرف ليش، بس دائما تاخذ سياره وتروح اذا ما تقدر تمشي. طبعا بالاول تطلع هذا التيكت 5000 دينار عراقي، تمام، للنفر الواحد. تاخذ هذا التيكت من اول ما تدخل من يم الاستعلامات وتكمل طريقك. لما تدخل من تستلم التيكت يسلمونك هاي الخريطه الحيوانات اللي موجوده، والخريطه يسويك اياها هاي، يعني ويقول لك هاي الحيوانات بيوم كان موجوده. فاحنا ايش طالع لنا؟ طالع لنا هسه احنا هنايا ناخذ على اليسرى اللي هي اي هاي، ناخذ لنا على اليسرى. ايش موجود عندنا؟ موجود عندنا الاسد والنمر، خلونا والفيل والزرافه. خلونا نطلع من هنا اللي هو مشرين عليه بالخريطه الموجوده. عندك الاسد والنمر، احنا اهم شيء ذني. خلونا نروح نشوفن. ابراهيم، ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الاجواء كلش حلوه بصراحه. لا جميله، وانا متحمس جدا ان انا استكشف هنا معاك الحديقه. ابراهيم مصري يقول انت كل شيء ما عندكم بالعراق. قلت تاخي نشوفك في شيء. عندنا حتى اسود. عايزين نشوف برضو يعني هل تستحق الزياره ولا بس لا؟ ان شاء الله الاسود ما تفشلنا، تطلع اسود يعني اسود. زين. كمعلومه مختصره لاي شخص، المكان صاير على طريق سليمانيه، تمام. الدخوليه مالها على الشخص الواحد 5000. المكان بس تدفع 5000 دخوليه والباقي كله خلاص كله فري اللي بالداخل، تمام. وبس حياكم. هاي اكوا زو. طبعا هاي مدينه مائيه موجوده هنا داخل الحديقه نفسها، بس حاليا مغلقه. حاليا مغلقه. بالفترات اللي فاتت طبعا هي كانت نشطه اكثر من هسه، بسبب انه كانت اكو بحيره مائيه كان بيها هوايه امور. هسه لا، بس الحيوانات يعني كان الناس تجيهم من باب الترفيه بكثره اكثر من هسه. هاي اول ما توصلون راح تلقون هنايا الفرس يعني الحصان، تمام. هاي اول شيء. هنايا نجي شوف النسر. النسر يا جماعه نظراته مرعبه، هذا مخيف مخيف. عندك هنايا النسور 2. هسه اصور لكم اياه بقرب شلون يباوع، شنو النظرات مالته. 600,000 سيم مخلين. شوف شلون يباوع، نظراته حاده، شلون يباوع الناس اللي تجي. بسم الله ما شاء الله. والله ما تعبر النسر راح يجيك هالدببه. هاي الدببه موجوده عندك هنا. عندك 3 دببه. هسه ننزل من ذيك الصفحه نصورها طبعا بمستوى يطلع التصوير اوضح.
يا شباب لقينا هذا العقاب المصري. العقاب المصري شوف شكله، شوف المنقار مالته شطوله تحسه شايب. هذا اليوبارد الاسود. اللي هو الفهد. شباب هذا الفهد اشبه بالنمر صراحة. انا العقاب المصري هذا اول مرة اشوفه، اللي هو هذا اللي وراي، هذا اللي شفتوه. وهذا هسه عندنا الفهد. هذا الفهد نايم. شوفوا منقاره اعوج، منقاره اعوج يا جماعة. شوفوا شوف المنقار مالته شلون اعوج. يابا هذا ينبت بواحد. هذا الفهد الاسود اللي نشوفه ويا موكلي مرعب. ذاك وصلنا النمر، خلونا نشوفه. اوه خطر، بص خطير. يركض على اي مكان يوقف احد بيه او يسمع صوت فيه يركض عليه. نشط يعني، مو تقولون انه موجود بحديقه يعني بقفص ومحصور، لا هسه خل اشوف لكم اياه. يتشيت وين ماكو مكان، وين ماكو مكان يجي احد عليه يركض وراه. شوف شلون واقف على الشباك، تو اسمع هناك صوت، خلاص هسه جاء علينا. شوف شلون بابا. بص الثاني اهو، بص الثاني اهو. وينه؟ الثاني اهو. لازم اثنين، خلي بالك. بس قافلين عليه. هذا واحد قافلين عليه عشان مش متزاوج. هذا قافلين عليه جوا، وذاك يفتر برا، بس ذاك تحس الفحل. دي انثى. ديك الانثى؟ دي الانثى. الثاني ده الذكر. خلينا الانثى تفتر برا. مخلينا الانثى ذيك تفتر برا يعني، بس هسه احنا جايين نباوع عليه وجايين نحكي تمام، بس ننطيه ظهرنا نتمشى شويه تلقاه جوانا يجي على المكان اللي احنا بيه. ذيك الانثى وهذا الفحل بس مقفلين عليه، ما اعرف ليش انه عازلين يعني. وصلنا المراد مالتنا اللي احنا جايين عليه، اللي هو الاسد يعني. اوه حيانا جوايا مباشر، خلونا نشوفه. هذا هو الاسد. شوف عنده خمول تحسه. طبعا لازم يكون اثنين، هذا عندك الاسد وذيك الانثى. حلو بالموضوع يا شباب انه الحيوانات يعني هسه الاسد عنده خمول، ليش ما اعرف بصراحه، بس اغلبيتهن نشطات يعني. تمام. المكان كلش حلو كلش واسع يعني، يعني اماكن خضراء، ويعني هي اماكن خليها ملائمه لهاي الحيوانات، نخلينا هنا. حتى المدينه، شوفوا المدينه تبعد يعني، منطينها مساحه، منطينها حقها بالمساحه يعني. الاسد نايم هناك، سمع صوت، ذولاك فاتوا جوا قاموا. انا كنت حاير شلون راح نقومه، هم زين قامين هيانهم قاموا وراحوا باتجاه الصوت، اللي هم ذولاك فاتوا هناك جوا. بلش يباوع عليه. يلا هسه شلون نجيبه لهنا حتى نصوره. شو اقول له هسه يجي؟ والله ما ادري. اقول له تعال. كل سؤال هو شو اقول له الاسد ويجيني يعني؟ ما ادري. امد لايدي مثلا؟ والله شو اقول له الاسد ويجيني؟ شو تقول للاسد؟ شلون اصيح له يعني؟ والله ازقر وهو يجيلك. جاد يا شباب. النياب شوف
شوف النيابة والله جوعان. اكثر شيء اريده انه الاسد يقرب يعني على الطارف، فهسه جاء قاعد من صفحة ثانية، جاء قاعد بالفي، احسه مستحر. نجي نقعد يمه، هذا شو نقول له؟ السلام عليكم. هلو جود مورنينج. عامل ايه؟ اوه ماي زلاين ويلي يابا. ابراهيم حلقه الكبرى. والله قد الراس يا ريس. انت يا مجال. طبعا الاسد ما له خلق، تحسه نعسان. هو شنو حبيبي؟ ما شبعان نوم؟ لا شبعان يا عم، لا والله جاي متظبط. يلعب واكل نص ليلة. حمار ولا حاجه. اويلي يابا شوف حلقه. ياكل حمارين هذا. ياكل حمارين ولا ياكل نص حمار؟ وجبته بتبقى ايه؟ والله بس يقهر، تحسه تعبان. لا ليش ما اعرف يعني. طبعا هو في الادغال غير لما يكون في قفص عادي. طبعا. يعني اللي في الادغال ده بيبقى اشرس 100 مره من اللي في القفص. صحيح صحيح والله يا ابراهيم، انت خبير بالغابات طبعا. كل يوم في غابه. ما شاء الله. حبيبي يا غالي. خلينا ننزل هناك الحمار الوحشي وياه المعزه. ليش المعزه موجوده بحديقه الحيوانات؟ في معيز بتبقى جبليه. هاي القبليه؟ بتبقى جبليه بقى، ما اعرفش ليها. خلص يطلع يعني كده. تعال خلينا نشوفها. طبعا اللي استغربت منه انه المعزه هنايا، فهسه ابراهيم يقول لي انه هاي المعزه جبليه. تمام؟ خلونا ننزل نشوفها. هل هي جبليه لو عاديه يعني؟ السلام عليكم. شلونك كاكا؟ هاي المعزه شنو جبليه لو عاديه؟ لا والله انا مو عادي. مو عادي؟ جبلي؟ يعني اليف لو مو اليف؟ والله اليف بس شويه. اليف بس يخوف؟ تمام حبيبي. هاي طلعت مو اليفه، عبالي معزه عاديه، انا قلت شو اسوي هنا، فطلعت مو اليفه. شوف هاي طول القرن مالتها ب 50 سنتيم تقريبا. هذا حصان. مش عارف حصان جايبينه هنا ليه؟ ليش جايبين هنا ما ادري. هاي اللي موجودات هنا حصان ويا هاي المعز، بس هو مو اليف. تمام؟ ولا هو يعني مؤذي يعني. تمام؟ يعني عادي. هاي الدخولية، ندخل نشوف الحمار الوحشي. هذا هو الحمار الوحشي. الحمار الوحشي شوفه يجي يعضعض. ها شفت حبيبي يمد. لا بس ايدك بابا، ايدك يؤخر. لا عليه عضه بنت كلب. هذا مشكلة اذا ما اعرف. هم تحس مو بريات، تحس انه حمار وحشي نفسه اسلوبه يعني. بس هاي يا شباب شوفوا هنا مو قفص، بس هنا شوفوا انهم مو قفص يعني، مسويين محمية كاملة. هاي اللي تبدي منه، هاي كلها، هاي كلها، هذا الوادي كله، انه هاي المساحة كلها الهن. طبعا حتى مساحتها كلش حلوة، انه انت مو تجي بس تشوف الحيوانات، لا تجي تتمشى تغير جو بيها مساحات. شوفوا شباب هيك سيارة الجولف اللي قلت عليها باول فيديو، هيك السيارات اجروها وتفترون على راحتكم. اريد ارجع احصل صور يعني وفيديوهات واضحة للنمر وللدب من جوه، لان صورناهم فوق، فالتصوير يكون من جوه. طبعا شبابيك من جام، بس شنو من جام ما ادري. شباب الشبابيك جام، بس شنو من جام ما اعرف. شوفون كاك هذا بس جام، بس شنو من جام هذا؟ يعني مضاد للكسر؟ درع. درع يعني، بس على شكل جام. شوف هذا الجام، هذا جام متكسر ومخليله مشبك مال حديد. شوف شوف هذا اللي قلنا، هو هذا نفسه. هذا اعتقد مثلا جاي ضاربه ذاك الفهد. شوفوا مرعب والله العظيم مرعب،
يعني شكله مخيف اكثر من الاسد اصلا، لاني تحس ان ثلاث الفروخ وتحس هذا الكبير مالتهم. شوف هاي مكسوره، من نشوف هيك الوضع يعني يخوف. جاء علينا، لا ما علينا. هذا هو الفهد. متخيلين كمية الخوف انه هذا واقف بس بينه وبين الجام؟ والله العظيم خوف حقيقي. شوف ايش يبغوا علي، والله خوف حقيقي بصراحة. لان تحس بس جام، ما احس بالامان هو يعني. شوف ايش يبغوا علي، شوف ايش يباوع، شوف ايش يباوع. كمية خوف مو طبيعية. تخيل بس هاي الجام هو يطلع يملخك، يسويك وصل. متخيلين كمية الخوف بينك وبينه بس هاي الجامة، بس هاي الجامة. شوف شلون باوع عليك، شوف شلون باوع، شوف شلون قاعدة اويلي. عزيزي تخيل بينك وبينه هاي الجامة ويتفت عليك باوع. نظراته لك عيني. شنو هاي العيون؟ ما تقول لي مين لك حاط لها العدسات. هالوضع يمه مخيف، لان قايم باوع الهواية. احسن ما يصير قدر لا سمح الله. خلينا انهزم. يخوف والله، نظراته تخوف يعني. عيونه بيض هيجي ثلجيات عيونه وهو اسود، فهو مخيف اصلا. هاي هنا عندنا الدببة، بس الدببة من جوا ماكو، كلها طابة يعني ببيوتها، كلها طابة. بس الأجواء كلش حلوة. هذا الحصان كاكا ورا، هذا الأليف الأنيق. ذاك الحصان طبعا هناك، ذاك الكبير وحلو أكثر. ها إبراهيم حبيب قلبي، حبيبي يا اسطى، حبيبي الله. حبيبي صح الأمور. واول ما اديت له ظهري ببص ما لقيتوش في المكان. شلون صح الحصان؟ والله يباوع. تعال. طبعا هاي الوجبة الأولى، يعني هو السكشن الأول، القسم اللي مخلين بيه الحيوانات. هذا خلاص شفنا بيه الدب، وشفنا بيه النسر، وشفنا بيه الأسد، وشفنا بيه الحمار الوحشي، وشفنا بيه مخلين الحصان هم يمهن، لأن شفناهن. فهسه نشيك بالخريطة، نشوف ايش عندنا. النوب، ايش عندنا ابراهيم؟ وفي تمساح، وفي هنا في تمساح، القط الجبلي موجود تمساح والقط الجبلي. ولسه المكان كلش حلو هنا شباب. تصعد هنا تقعد، عندك هاي ملاعب مال اطفال. المكان هنا هادئ مال القعده، كلش حلو. علينا الزرافه الزرقاء. بس خلونا نكمل. هذا تلفريك شخصي، هذا يعني يربط حزام. السلام عليكم. شنو هذا؟ زيب لاين تلفريك. زيب لاين. زيب ولا جيب لاين؟ زيب لاين. ايه زيب لاين. هي روحه رجعه حبيبي. روحه رجعه. 300 متر روحه و300 رجعه. 300 متر روحه، 300 متر رجعه. نصعد بالعالي ونرجع بالناصي. هذا زين امان. هذا فول امان. مسؤوليتكم. نجرب ابراهيم. ها؟ وزن مفتوح. جاي وسوس للشيطان اجربها. هذا يسمونه زيب لاين. انا ما عنديش قلب، الراجل ده اللي عنده قلب. تلفريك يعني تربط حزام هنا وتصعد. الله يبارك. والله ما ادري، بس انا خايف ابراهيم. نصعد؟ انت اللي عندك قلب. نصعد؟ ها؟ نصعد؟ مين اللي يصعد؟ عايز تصعد اصعد. انا ما بصعدش. بس عالي يا شباب، عالي من الارضيه، عالي كلش عالي. روح عليا. روح عليا. والله بنفسي اجربها، بس كلش عالية، تخوف، ما مجربها قبل. احلى شيء سالفة الجولف
تاخذها وتظل تفترض بكيفك. ذاك الجمل. كلش حلوة هاي. هسه ان شاء الله نخلص الفرة نشوف الحيوانات كليتها، نخلص الفرة مالتنا ونشوف الحيوانات كليتها وارجع اجرب هاي اللي اسمها زيب لاين. زيب لاين اي اسمها. فنرجع نجربها ورا ما نشوف الحيوانات كليتها. خلصنا القسم الاول اللي هو كان بيه الحيوانات. هسه يقولون لنا هنايا كل الحيوانات موجودة، هناك لا شيء بالنسبة للي موجود هنايا. فخلونا نشوف القسم الثاني ايش بيه ما بيه. هنا اكو اكل. اعتقد هذا هو القسم اللي بيه اكثر الحيوانات. اذا تريد تاكل هم موجود عندك هنا كشك مال اكل يعني. هاي هنا هي السلحفة. هذا سنجاب. سنجاب. شوفوها. حاجز بحلقة. هذا الوحيد اللي ما عرفت شنو. بس يشبه القرد. بس هو مو قرد. ها شبابي كليتها حيوانات. هنا شنو عندنا؟ هذا ما يرضى يطلع. شنو بس اعتقد ارنب. هذا شنو؟ هاي فارة. هذا هاي فارة يا شباب. همتارو. هاي همتارو. هاي هنايا. هاي طيور حب او فناجس. طيور حب هاي. هاي طيور الحب ذيك فناجس. هاي طيور الحب. اوه هاي طيور الحب. شو هاي طيور الحب؟ صوروا هاي الفناجس. هذا فنجس. لا ماكو شي. ناكل شي ماكو. هذا هو الجمل. هذا الخط كليته تجي من هناك كل الحيوانات لحد ما تجي توصل هذا الجمل. اكو هنا شنو؟ هنا تماسيح؟ بس مش شايفهم دلوقتي. تماسيح المفروض هنا ما موجود. داخل البيت بتاعهم. داخل البيت مالتهم. تعال هذا شنو؟ هذا القط البري صح؟ لا القط البري. اوه القط الجبلي. جبل. اشبه بالفهد. بس القط الجبلي ده شرس جدا. شرس. شوف اشبه بالفهد. بس حجمه كبير اصلا. حجمه كبير كلش. ها طبعا موجود عندنا في مصر بس. موجود عندنا في سيناء. ها شوف هسه شو تقول له؟ هذا 100 وحتى يباوع عليك. شو تقول له؟ شو تقول له؟ بس ولا يباوع هذا صافنين. لا ما يقلش عن السيناريوهات الثانيه. ده السيناريو. اوه اسمع الصوت هنا. اكو صوت مال اعتقد وحيد القرن. هاي خنازير بريه. خنازير بريه. شوف البوز مالته شكو برا. فين كده؟ هاي التماسيح. هنا التماسيح. قلت روحوا البيت فين؟ والله العظيم ميتات. بس هم تمساحين يعني تمساحين نايمات اصلا. ما بيتحركوش من مكانهم. شوف البحيره مالتهم لان حتى ماكو مي اصلا. لما يحس بخطر يتحرك. من التماسيح. كده هو ساكن. خلاص خليه ساكن احسن من ما يقوم. خليه ساكن. خليه ساكن احسن له واحسن من ما يقوم. هذا المكان هم ملهن يعني انه يطلع من عنده هنايا. هذا المكان اللي هنا مخلينه.
ما شاء الله هنا المكان اكبر من هناك اصلا، والحيوانات كلها هنا. شوف في اسد لسه هون، الاسد الاسيوي، اسيوي لاين. هذا الاسد كويس. ايوه هذا الاسد الاسيوي. هذا الاسد الاسيوي. خلينا نكمل. الشباب اللي لقيناه هنا مختلف كلش يعني. لقينا حديقة مال الحيوانات كاملة متكاملة أكثر من القسم الأول أصلا. يعني إذا تريد تجي بدل ما تروح على القسمين تجي بس على القسم الثاني بس، هذا هو كافي. هنا الحيوانات كلها موجودة، حتى الأسد هنا موجود، كلن. وهنا مساحتنا أحسن أصلا. هذا شنو؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ حصان؟ قزم هذا؟ هو هذا حجمه هيك صغير؟ شوف هاي الاسود ايش قدها؟ واحد نايم على واحد. هاي من يقول لك واقف كالاسد، هذا هو. لاني تحس ان اكثر حيويه من اللي موجودات هناك، لان المكان هنا احسه احسن، وستة بمكان واحد. هذا النمر الابيض، شوفوا صراحه اول مره اشوفه. مخيف، تحسه هيبه اكثر حتى من الاسد. هذا النمر الابيض، اسمع صوته قام يزأر. هذا النمر قام يزأر، خلونا نلحق بيه. هو انتهى. شوف هاي لا يروح يسحبك. النمر الابيض يد انطاك لنا. اسمع صوته يا بش ضخم اضخم حتى من الاسد. اوه بصراحة المكان هنا كلش حلو، حتى هنا اكو بحيرة، وهنا الحيوانات كلش نشطة اصلا يعني. المنظر منها كلش حلو، المكان حلو اصلا مال القعدة ومال النزهة فول. هسه ننزل جوا نشوف البط والوز اللي موجود لي جوا. خلصنا الحيوانات تقريبا. هذا النمر الأحمر، خلونا نقرب عليه ونصوره. هذا هو النمر الأحمر، تحسه جديد جايبينه، نشط ونظيف، أحلى من الأسد. شلونك؟ حلو الحمد لله. كيف وضعك؟ الجهه اللي احنا فيها دلوقتي اي مليانه اكتر من الجهه اللي مليانة. شنو رأيك بالوضع؟ 10 على 10. خلينا ننزل تعال يلا تعال ننزل باتجاه البحيرة. لقينا بطاية وزاية. اكو هنا يبان. اكو هنا يبان. ناخذ لنا بطيتين كده ولا السلام عليكم. هذا البط هنا موجود. البط مسوي له هذا المكان هنا يطلع منه على البحيرة، بس المنظر هنا روعة. البحيرة ذيك النزلة، هذا غروب الشمس منه فد شي. حتى هنا اكو شاكة مال اكل، اذا تريد تاكل كل شي موجود يعني. عبارة عن شلون السوق يعني. ابراهيم صاير يم البحيرة، تطلع تمشي. هاي كلها شاكة مال اكل. هاي القعدات
ونطلع على البحيرة. أسواق، مرطبات. في هنا لسه جنبي شريط. الصدمة هسه هم لقينا النوب شريط، لسه اكو قسم آخر. خلينا نشوفه. شوف هذا المجسم ايش قد حلو. هاي بنت صغيرة، هذا مبين الشاب، وهذا زلمة كبير، وهاي مرة كبيرة. هنا بيده جلاس مال شاي او مال عصير يعني هيك شيء، وهنا جاي يصب شاي. فد شي القعدة الوقفة الركبة. هنا هاي بنية والله عبالي ولد، هاي هم بنية ما انتبهت على الشعر. بس شوف التفاصيل اللي موجودة هنا، تحس التفاصيل مليانة حزن. هنا نفس الحالة. ما كنت اعرف انه هالقد بيه حيوانات اصلا. شوف هاي كلها مال حيوانات. اوه القرد، تعال لك القرد صديق الانسان. هلو هلو، شلونك؟ اساس يفهم. هلو هلو هلو، قوم عرفوا تايجر ليك دبسز يشرب تايجر يا شباب، يشرب تايجر. يدور بالتايجر ماشي شيء. راح احطه. هذا القرد يشرب تايجر. هذا شو تدور؟ يلا تعال جاي، تعال اطلع بس ليش هيك ديله؟ ولا اوقف. القرد هنا يا جماعه راح يضوج. ام غزال. راج اول ما سمع في عين ام غزال مش جا. خلاص انتهي، خلاص تعال يلا تعال. هذا نص قال لك تحسه بني ادم يا اخي. قال لك احسن من ما فيش. ايدك بابا، ايدك زي ملخه ايدك. انا عارف ايدك. القرد هو اكثر كائن يفهم الانسان يعني. طبعا اكثر كائن تصرفاته تحسها تصرفات بني ادم يا اخي. هاي هنا البومه ايش كبرها، عملاقه. هذا القرد انزل شلون قاعده. اخذت القرد كم صوره بالكاميرا، وانا اصوره احسه هيك يسوي وضعيات الصور. هسه اخلي الصور بالمونتاج اخليه هنا وتشوفون. وهاي القروده. اوه هذا شنو هذا؟ هذا ارنب. وين القطعه مالته؟ هذا الارنب. هذا الغراب العطشان. اهم شيء الحجره بحلقه. لا مو حجره، ما في شاي. بس شوفوا الجمال لقطه شلون حاضنه ابنها. حنان الام يا جماعه. والله حنان الام فعلا. والله حنان الام. شوف يا عم لا خطيه. شفت شلون؟ انهزمك. غير دبات. اخذت لكن هاي وانهزمك. ها تبين؟ هذا القط البري. نايمون. بس هذا شرس يعني. ها راكون.
شنو ابراهيم بعد؟ كان في هنا اثنين بره هنا كده. كان في اثنين هنا. شوف ذولا مزوجين جديد. هذا قرد هنا شرس، هاي كلها قرودة بس اشكال مختلفة يعني. يا قرد البابون. قرد شنو؟ انت مش عارف انا هاي قرد البابون. ليش بابا ليش؟ هذا قرد البابون. اوه هذا قرد البابون. شوف شكله، شوف شكله، شكله مو نظامي. هاي كلها قرودة بس اشكال يعني. هذا قرد مكاك، هذا قرد مكاك. تعال بابا جاي حبيبي. هذا ايضا قرد نسناس السعدان. نسناس شكله مختلف. شوف شكله. مختصر هذا المكان كله عبارة عن تقريبا عندك بال9 و10 انواع من القرودة. شوف هاي نوع، ذاك نوع، ذاك نوع، ذاك نوع، هذا نوع، ذاك نوع، والنوب بالجهات الاخرى هم موجودة يعني كلها قرودة. هذا غريري. قنفذ مستحيل. لا لا قنفذ. كيف يلم نفسه هذا؟ لا بس ده كبير ده. اذا كبير مستحيل. لا في انافق كبيره طبعا. والله اكبر من كده كمان. هذا هم هذا قرد. المنظر منه فد شيء. هذا منظر منه. هاي كل حديقة الحيوانات. قرد نسناس. هذا شنو؟ هذا سنجاب طبعا. سنجاب شو يا نوعية هذا ابراهيم؟ لا سنجاب؟ في سنجاب بري. سنجاب بري احسه هيك. سنجاب هذا. هذا شنو؟ النيص. الدعلج. هذا دعلج. تعرف الدعلج؟ ايه هو اللي هو القنفذ برضه؟ دعلج هذا، لا مو قنفذ. امال ايه ده؟ دعلج بس يطلع برا، ذاك جوا هو. لو بس يطلع هذا الدعلج. هذا هم قرد. هذا غراب. صقر عقاب. هذا الصقر. طبعا منا تجون سيارة الجولف. هاي منا تجرون سيارة الجولف، وتجرون السكوتر منه وسيارات مال الجولف. السلام عليكم. ايش قد ايجار السيارة؟ الساعة 15؟ نص ساعة. نص ساعة 15. والسكوتر؟ 5000 النص ساعة. هاي تجرونها نص ساعة ب 15000. وهذا السكوتر النص ساعة ب 5000. طبعا اذا انت عندك احد كبير بالعمر او تعبان وتفتر المكان كله وتنزل جوه، فلازم تأجر لك وحده حتى تمشي وتفتر على راحتك، لان اصلا المكان يعني بيه صعده وبيه نزله، فالمكان متعب. وشوف عندك عندك هاي منحدر يعني، هذا تريد تنزل لي جوا هناك كلش بعيد، ما تقدر تنزل مشي. اذا تنزل بعد ما تصعد، واذا تصعد من يمه بعد ما تنزل لازم. هاي شنو انقلبت، تركب التلفريك اسمه الزيب لاين. راح ينطلق.
يلا 1 2. هذا النسر. شايف ده بص ضخامته بس لحظه. هذا الجناح مالته بالمتر. شوفوا شوف ايش كبره. بس اريد اقرب له من الزاويه. هنا قريبين علي. هنا نجيب لكم اياه من الزاويه شوفونه كما هو يعني. عملاق بصراحه. شو ذا كيف فاتح جناحاته. هذا هو النسر. هذا النسر الاسمر اللي هو هذا حجمه كلش كبير عملاق. اوه شوف حجمه ايش كبره. طيره ابراهيم. حاول نطيره نغير مكانه. بلكي يغير مكانه. اضربه في الشيء خليه يغير مكانه. اعمل له ايه؟ حذف طوبه؟ يو يعني شوف ايش كبره. اوه تحسه فهمنا. الى هنا ينتهي فيديو اليوم، وان شاء الله عجبكم الفيديو. اللي هو كان عباره عن تعريف اربيل زو، حديقه الحيوانات في اربيل. اذا كنت تريد تزورها فهاي شيء بعض من المعلومات عليها. تمام. فاتمنى استمتعتوا في الفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، ونشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله. وسيو. ايش رايك بالاجواء؟ لا اجواء جميله هنا. وبعدين دلوقتي الوقت ده في سقعه. الاجواء شك. لا الاجواء شك بصراحه يعني. بتشت دلوقتي خلي بالك بالليل. بتشت يعني بتشت يعني بتسقع يعني بالساعه يعني تبرد. زين تبرد. بالعراقي تبرد. صح. زين. اكو شغله ما رحنا عليها اللي هي اكو هنا سيارات. هاي الصغيره هاي 4 تايرات. تمام. اكو مساحه انه اللي يريد يروح بس هيك رياضه يعني. تمام. سيارات مال سباق، سيارات هي جبليه صغار. هسه راح اشوفكم اياها. هاي اكو مساحه هيك عدله تأجر سياره وتروح. اكو مطمار يعني نفس مال السباق، او انه مغامره هيك بسيطه كلش حلوه ترهم للاطفال اغلب شيء يعني. هي شوف هاي سيارات، هاي للكبار وهاي للصغار. تجي تأجرها من هنايا وتطب هنا تروح. شوف هاي الاماكن كلها مفتوحه. هاي الاماكن كلها مفتوحه اذا تريد. هاي المكان صاير اول ما تدخل من البوابه الرئيسيه صاير وين اكوازو، صاير على يدك اليسرى. طبعا المكان وين صايره؟ اربيل زو. هاي اربيل زو. تمام. هذا الطريق وانت جاي من اربيل. هذا طريق السليمانيه. وانت رايح السليمانيه يعني من تطلع كخلص اربيل صايره هي على ايدك اليسرى. هاي اربيل زو. وبس تكتبها على اللوكيشن راح تطلع لك. بس